اكيد باش تسألوا شنو لقيت في وسط الفيلا متاعنا اليوم. شيء ما شاء الله مذهل. باش نعملوا طلع في الدار من الاول حتى الاخر باش نشوفوا لي ديتاي الكل والحاجات اللي ابهروني بطريقه خياليه. الفيلا متاعنا موجوده في الحامات الشماليه، نبعدوا دقيقه ولا زوز على ساقين على البحر. هذوما الحاجات الايجابيه اللي موجودين في وسط الفيلا متاعنا اليوم. المساحة متاعها ما شاء الله مساحة مهولة، تصدمت كي دخلت للدار، توقعتها دار قديمة، خاطر قالوا لي دار قديمة، ما لا، دار تحفة ماهيش دار قديمة. باش نعملوا طلة في الفيلا متاعنا. مساحتها الجملية قلنا 1000 متر مربع، المساحة المغطاة 400 متر مربع، هذه المساحة المبنية. معهم المسبح، معهم لي تيراس، معهم البيت متاع الحارس متاع القصر متاعنا ولا المنزل متاعنا ما شاء الله. سعره حاليا مطروح في السوق مليار و450، اللي هي تقريبا أقل من سعر الأرض اللي موجودة لهنا. يعني سعر الأرض اللي موجودة لهنا المتر راهو يتباع من 1500 حتى 1800 حتى 2000 دينار. رانا نبعدوا على البحر 100 متر تقريبا بجنب اوتيل الزينيت. اوتيل الزينيت معروف برشا، نجموا تكتبوه على جوجل، لومبلاسمون ظاهر، بلاصه هايله ياسر. باش نحط لكم رقم الوكاله العقاريه اللي باخذه الدار هذيا عرض حصري، يعني ما تلقاوهاش في حتى وكاله عقاريه في الحامات. الدار هذيا تلقاوها عند الوكاله العقاريه اللي باش نحط لكم رقمهم في صندوق الوصف، تنجموا تتواصلوا معهم ديريكتومون باش تجيو تشوفوا الفيلا نتاعنا. وسائل الراحة وسائل الرفاهية الكل متوفرين في الدار هذه بطريقة عجيبة. يعني تلقاوها ماها وحدها، ضوها وحدها، غاز دافيل وحدها، كل شيء فيها موجود وحده. فيها مسبح نتاع تو نقول لكم عليه مسبح ثاني. وتويكا نبداو الزيارة نتاعنا باش نخرج لبرا ونبداو الزيارة نتاعنا كاملة، مانيش باش نفلتوا حتى جزء من الفيلا نتاعنا. ميرسي انفينيمون، ونتبعوا الفيديو نتاعنا مع بعضنا. احنا موجودين توا مباشرة قدام الدار بالضبط. هذاك لوتيل نتاع الزينيت، نزل الزينيت. دونك المدخل نتاعنا ما شاء الله تلقاو لهنا مدخل واسع مريح جدا، باش تدور كرهبتك تخرجها وتدخلها. مدخل واسع باش نشوفوه مع بعضنا. وهنا مدخل للبيتون وللمترجل ما شاء الله شيخ ولا اقل. دونك الدار نتاعنا تحفه، المساحه الخارجيه نتاعها خياليه. دوب ما ندخلوا من هنا بالضبط باش نلقاو عندنا مدخل نتاع سياره كيما قاعدين تشوفوا معايا، مدخل واسع برشا يدخل لنا اكثر من سياره، لخاطر الدار هذه مجعوله باش تكون دار عائله كبيره. يعني نلقاو العديد من الغرف، العديد من اماكن اللي نجموا نرتاحوا فيهم، نجموا نستغلوهم في الدار نتاعنا بكل راحه وجو. يعني نجيو لهنا نلقاو لهنا دوش هكا، خاطر بجنب البحر ديما نستحقوا دوش باش نغسلوا رمل وكل شيء، خاطر الشاطئ رملي ما شاء الله تاع الحمامات الشماليه وبين الماجيك لايف وبين نزل الزينيت شط يخوى العقل. شوفوا الحديقه كيفاش فيها درجيحه صغرونه بتاع صغار، نخله عاطيه منظر ما شاء الله خيالي ياخذ العقل. الحديقه متاعنا شوفوا موسعها، والحديقه تمتد على كبر الدار الكل. يعني كش نلقاو كل مكان عنده التراس نتاعو، عنده الاطلالات الحلوه. لهنا الوجهه نتاع البحر، يعني نجمو نشوفوا البحر من هنا. ونبداو توا الزياره نتاعنا، وخلينا نكملوا الدوره في المساحه الخارجيه لناخذوا فكره كامله على العقار نتاعنا. يعني من المدخل هذايا نتاع المترجلين او مدخل السياره يمشيوا مع بعضهم بجنب بعضهم. نلقاو عندنا المدخل الرئيسي نتاع الفيلا نتاعنا، المدخل الرئيسي من هنا، منين نجموا ندخلوا للدار نتاعنا من هنا. وكيف كيف من هنا باش نلقاو مدخل ثاني يطلعنا للطابق الاول، باش نلقاو عندنا مجموعه من الغرف والقبه من هنا. في المدخل نتاع المنزل نتاعنا تاخذ الاقل كيما غادي تشوفوا بنقيشه ما نعرفش مغاربه ولا توانسه، الاكثريه مغاربه يخدموا الحاجات المميزه هذيا. وفما حاجه اخرى زاد الداخل باش نوريها لكم في الزياره نتاعنا كي ندخلوا للدار. دونك مدخل مريح جدا. الدار نتاعنا كيما قلت لكم تدخل تستقبل بيك. من هنا نجيو مع بعضنا نلقاو زاد، رغم اللي عندنا توا مدخل مغطي، عندنا مدخل مغطي نتاع سياره، لكن انت عندك دار تسوى اكثر من 2 مليارات.
تستحق جراج باش تخبي البورش نتاعك، باش تخبي المكلارن نتاعك. دونك من هنا عندنا مدخل جراج موقعه هايل برشا. اللوطة من هنا باش نلقاو عندنا دروج يهبطنا اللوطة، باش نلقاو فما كاف. اول ما ريت الكاف قلت هذا ما يصلح كان استوديو تاع جيمنج والا استوديو تاع تصوير، كل واحد ومخه فين. انا كي جا بالي كي شفته قلت نجم لهنا نعمل استوديو يكون مريح جدا باش نصور فيديوهاتي باش نعمل جوي. لهنا عندنا حاجة اخرى هايله برشا وعمليه جدا، اللي هي المطبخ نتاعنا. المطبخ نتاعنا من هنا من الكراج نجمو ندخلوا قضيتنا، كي ندخلوا قضيتنا ديريكت للمطبخ، يعني تكون العمليه اسهل واكثر اريحيه. عنبه ما شاء الله، خضار، دي بلونت لهنا عاملين لها هكا سوبر باش تنجم تطلع عليه العنبه نتاعك. لي زاربر فرويتي، الاشجار المثمره تلقاهم متوزعين في كامل المنزل نتاعنا. المنزل نتاعنا زاد مجهز بال وسائل الحراسه، يعني كيما الالارم وكيما الكاميرات سورفيونس، يعني تلقاو سيستم سيكوريتي هايل. ولهنا عندنا استوديو خاص بالحارس نتاع المنزل، هكا تكون الدار ديما مهتمين بها وتكون معتنين بها، يعني من الجهات الكلية، يعني كيك سواء نظافتها والا لونتروتيان ولا اللي هو. دونك الحديقة تمتد كيما قاعدين تشوفوا معايا، تمتد على كبر الفيلا تاعنا. ديما باش نلقاو نخلات، باش نلقاو الاركيتكتور هذيا، اركيتكتور كلاسيك. الهندسة المعمارية بتاع المنزل كلاسيكية شوية. حتى إذا كان خممت باش تعمل تعديل للمنزل، ننصحكم ما تعدلوش برشا، يعني تخلي حاجات من برا، يعني ادهين، تنظيف، كذا يمكن تيراسات، يمكن الارضيات يتحسنوا شويه، يمكن ما تفوتوش خاطر التصميم هايل متاع الدار. خليكم نهار تجيو تشوفوها وتحسوا بالحاجه اللي قاعد نوصف لكم فيها. ان شاء الله بالزياره متاعي تكون نعدي لكم في المعلومات الكل لك. تخيلوا القبه هذه شنية، البلاصه هذه بالذات شنية، شوفوها مع بعضنا. انا صدمت لما شفتها، حاجه تاخذ العقل. واللي زوني اكثر اللي هو المكان هذايا. لو كنت تتصوروا معايا شنو فيه المكان هذايا، كانوا يربيو فيه الحوت. يعني فمك الحوت الكبير اللي فيه الوان اصفر واحمر واسود وابيض، اسماك صينيه جاي بجنب التراس هذوما، البالكونيز هذوما، نجموا نشوفوا منه الحوت من هنا ويعطينا منظر جد رائع. دونك نكملوا الزيارة متاعنا تويكا. يعني وين ما تدور في وسط الفيلا متاعنا من المنزل عنا فيوز ياخذوا العقل. نخلة بلاصتها باهية مغطية على الفيزافي وعلى المباني اللي هم قابلين، وديما تقعد دار ما شاء الله تحفة. نبدأ توا الزيارة متاعنا مع بعضنا من داخل ونشوفوا الفيلا متاعنا شنو باش تعطينا. بسم الله. هذا المنزل الرئيسي، ندخلوا مع بعضنا. شوفوا ما شاء الله الوسع. هذا الليفينج اريا، يعني المكان متاع المعيشة متاعنا، البلاصة اللي نجموا نعيشوا فيها. بكري اقترحت على الوكيل العقاري اللي لاهي بالدار، قلت له لو كان البلاصة هذه الكل اللي تتحل بالبي في سي والا بالالومنيوم ولا كشبابك الكبار، تولي هكا تحل على المسبح وتحل على الخضار اللي يخلينيه لبرا، لكن حتى هكا مساحة ما شاء الله تاخذ العقل. نجيو من هنا وش نلقاو عندنا صالون، غادي كان نجمو نمشيو للمطبخ، نمشيو للبارتي الجهة اللي فيها الغرف غرف متاع النوم وكل شيء، ديما الاطلالات والشبابك. نجيو لأعز بلاصة انا عجبتني، شوفوا المجلس محلاه والقبة كيفاش مخدومة والالوان نتاعها المشرها شيء ياخو العقل. شوفوا اكل روعة. حسيب وانا جاي من بعيد هكايا نغزر الكرسي، كرسي قلت بيه هكايا، قربت له نلقى مجلس خاص للقراءة. شقاو كتاب قرآن عملاق، كتاب قرآن عملاق. الكرسي متاعو مريح جدا كما غادي نشوفوا، والاطلالة الخضراء ديما وراك، شبابك ما حليتهمش الكل خاطر ما شاء الله برشا. لازمهم توا اللي باش يخدم الدار هذيا يعمل فيها
رينوفاسيون مثلا اول حاجه يبدلها هي الشبابك، يعمل سيستم دوموتيك، سيستم انتليجون في الزبرق تتحل الشبابك الكوليكا والريدو الكل. يعني ما شاء الله في الدار نتاعنا اليوم وين ما تلفت عنا لي تيراس كيما قاعدين نشوفوا معايا، بورت فناتر كبير نجموا ندخلوا منه للحديقه ولا نخرجوا منها، مخدومين بالفرفورجي. ما فما وسائل اخرى اجمل واحسن واكثر عمليه يعني في اوقاتنا تبيك. شوف السنترال الدار فيها تدفئه مركزيه للمنزل كامل، يعني مع توفر الغاز دافيل وكل شيء تكون العمليه ديما جيده جدا. دي سباس ستوراج في لي كوان الكليك. هنا البيت هذيا ما عرفتش شنيا، فما غرفه حمام، غرفه حمام كلاسيك. هذه هي غرفة الحمام الرئيسية تاع اللي تخدم غرفة المعيشة والسباس هذايا تاع الليفينغ للضياف ولا اللي هو. عندنا كولوار لهنا مزيان، هو نورمالمون رابتيراس يحل على الحديقة، والمسبح الثاني اللي موجود في الفيلا نتاعنا اللي ربيو فيه السمك، منين نجمو نتحصلوا على منظر مزيان مع جو مزيان يعني في البركة هذه اللي مجعولة للأسماك. كولوار واسع هذايا نمشيو منه ديريكتومون باش نلقاو في اخر المطاف، باش نلقاو في اخر الكولوار هذايا عندنا بيوت النوم. نجيو مع بعضنا لهنا ونرجعو نعملو طلة على المطبخ، على خاطر الصالون اللي كنا فيه يخدم زادا معناها مكان نتاع فطور، صالة نتاع فطور ولا صالة نتاع قعاد، يعني الاساسيات نتاع المعيشة الكلية كاش نلقاو متمركزين في الصالون. نجيو من هنا باش نلقاو عندنا مطبخ مفخم كلاسيكي مزيان على الاخر، من ازين المطابخ اللي شفتهم، حاجه كلاسيكيه وزيانه برشا. شوفوا معايا التفاصيل الكل، باش نلقاو المطبخ الكل ايكيبي بالنيسيسار الكل، ماشين لافي لافيسيل الكل فور. عجبوني التفاصيل هذوما نتاع الكوجينه كلهم لوح، هذوما نتصور عمرهم فوق 20 سنه. وشوفوا مع بعضنا الماتريال، يعني توا فما حاجات ناخذوهم من شركات كبرى موجوده في تونس، عام عامين طفي ترشق اللوح يتحل كهو ترسيك تعاود كوجينه اخرى ب50 مليون. تلكت بلادنا، تلكت بالصناعيه نتاعها. نجيو لهنا، هذا هي الكراج اللي كنا نشوف فيه، وهذا هي البارتي نتاع السوسول. مطبخ واسع ما شاء الله، عملاق ينجم يقعدنا حتى نعملوا فيه العشاء والفطور وكل شيء. ضاوي مريح للعينين كما غادي تشوفوا معايا، حاجه هايله برشا. دونك ديما تمتعوا بالخضار والفيوز من الاماكن الكل. نجيو للجهه هذيا وين باش نلقاو زوز غرف نوم زادا فخمين كلاسيكيين، فيهم برشا اضاءه طبيعيه. تو براتيكمون فما زوز انبوبات هكا هاو يشعلوا الفوق، اما الدنيا ضاويه ما شاء الله. لي بلاكار لي دريسينغ كل شيء على العال، كل شيء ياخذ العقل. من هنا نجموا نشوفوا الحوتات، كان جا عنا حوتات هما توا مفقودين خاطر مال الدار يعيشوا بعاد شويه لبرا، يعني ما نجموش يقوموا باللي كانوا موجودين، يعني بالحاجات اللي كانوا موجودين قبل. نجيو من هنا عندنا غرفه ثانيه، غرفه واسعه فيها زوز فروشات كيف فيها التراس نتاعها والبالكوني نتاعها والراحة الشخصية نتاعها، يعني كل بلاصة في الدار فيها انتيميتي وفيها خصوصية كبيرة. نجيو من هنا عندنا بيت حمام ضخم جدا. دونك عندنا هنا بيت حمام، هنا دوش بانوار كلاسيك فخم جدا، فخم يعني بالمعيار نتاع الكلاسيك، الحاجات الكلاسيكيه اللي نقدر نشوفوها في وقتنا تويكا، خاطر نجم اللي حتى اللي موجود اهترأ وبلا، معناها ما عادش موجود. قليل وين نلقاو ناس تحافظ على حاجات كيف ما هكايا بالصفه هذه وبالمنظر المزيان هذا. دونك نكملوا الزياره تاعنا تويكا. دونك في الطابق الاول هذا خاص كيما نقولوا باللي بارون، اذا كان عندهم شي زاده مازالوا صغار كبروا شي الولاد عندهم السويت نتاعهم الخاص بهم. عندنا سويت من هنا، ندخل توا بعضنا دروج يطلعنا حتى للطابق الاول، بلاش بعد برشا. دونك فما كان طابق وحيد في الدار نتاعنا ما شاء الله، نلقاو صالون لا يزيد جمالا على اللي كان في الريتشوسي، يعني في الطابق الارضي. نجيو من هنا صالة واسعة مريحة
تحس فيها روح متاع شباب لهنا، خاطر تشوفوا معايا التراس اللي باش نلقاوه تاع سهرة تاع قاعدة تاع جو، الولادك يتفرهدوا دنيتك تتفرهد، كان عندك شباب في الدار ينجم يتحصلوا على المنظر هذايا المزيان. البحر راهو ماهوش بعيد دو با، كان تشوفوا معايا ديجا ورا الاوتيل هذايا باش نلقاو الشط، يعني خطوة على ساقين. هذايا التراس متاعنا، تراس واسع كيما غادي تشوفوا معايا، اضاءة موجودة هايلة برشا، لي كاميرات سيرفايونس موجودين في الاماكن الكليكا. ومن هنا ندخلوا مع بعضنا باش نلقاو تقريبا نفس التصميم اللي في الطابق الارضي لكن اصغر شويه. نجيو لهنا عندنا مطبخ صغرون خاص بالشباب باش يطيبوا شي حاجه، لهنا يركحوا امورهم كيف البوزري كيما قاعدين تشوفوا معايا تحفه، الوان مزيانه جميله جدا، شي يعمل الكيف، غاز بلاك، كل شيء منظم وكل شيء في بلاصتو. دونك ديما عندنا الاطلالات الجميله هذه كلها خضار، الدنيا توليك خضراء، تاخذ العقل دي تيراس ودي بالكون في البيوت الكل في ليكوان الكل. نجيو لهنا عندنا غرفه رقم 1، عندنا غرفه اخرى في الطابق الاول، عندنا هذه الغرفه رقم 1 كليماتيزاسيون، شوفاج سنترال، دار ما ناقصها شيء، تاخذ العقل زاد كيف بلكونه هايله من هنا، سمي مغطيه من هنا، اطلالة روعة لهنا على المطبخ وعلى الحديقة وعلى البركة المزيانة، تستحق شوية انتروتيان، تنحى منها الخضار وترجع على العال تعمل 66 كيف. نرجع مع بعضنا باش نلقاو عنا الغرف الاخرين. عنا غرفة هذيا كيف فيها لي بلاكار، فيها النسيسير الكل، كل شيء في بلاصتو ما شاء الله. عنا لهنا باب يخرجنا للبالكون واحد اخر، تراس اخر، ينشروا حوايج، يعملوا شي حاجه، يعني كل شيء هايل. نجيو منا عنا تواليت، ومن هنا بيت حمام مريح جدا زادا واسع بالكدا. دونك هذا هو، بهكا نكونوا انهينا الزياره متاعنا. دار تحفه، تجربة ممتعة كانت بالنسبة لي، خاطر نلقى حاجة خلاف اللي كنت نتصوره في بالي، يعني هكا تعجبني ساعات كي نمشي للبلاصة ونكون ما عنديش برشا تفاصيل عليها، هكا نعطي لروحي الفرصة باش نستكشف ونعمل جو في وسط العقار، وهذا اللي نعمل فيه كل يوم. مانيش سمسار ومانيش وكيل عقاري ومانيش صاحب عقارات، عندي شوية ما هكا بتاع هكا شوية يعني بتاع شباب في عمري. لله محمد رسول الله. كهو عندكم الارقام تنجموا تتواصلوا معاهم، تلقاو الرقم في صندوق الوصف، تنجم تتصل به وتجي تشوف الدار فيها شهاده ملكيه فرديه، يعني تيتر انديفيدويل، منطقه مهيئه، يعني منطقه عمرانيه، نجم حتى الاجنبي الجزيري المغربي اللي هو ينجم يشريها، الليبي كيف الاجنبي ينجم يشري دار كيف ما هكا، على خاطرها في منطقه عمرانيه وفي منطقه سياحيه اللي اهم من هذا الكل. لله محمد رسول الله. كهو كما لقيتوش نمرو تليفون اللوطة عرفوا راهي تباعت، نكتب عليها فوندو. دونك ما تضيعوش الفرصة، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.